النهاردة بقى هنعمل ملك العزومات وصاحب أول طبق بيخلص على السفرة، وهي صينية الرقاق باللحمة المفرومة. بس مش أي رقاق، هقولكم ازاي يطلع معاكم مورق وطري من جوه ومقرمش دهبي من بره. وأهم حاجة اللحمة تكون ماسكة وما تقعش منك أول ما يتقطع. ولو نفسك تعملي رقاق يشرفك قدام ضيوفك ويسألوكي عليه، خليكي معايا للآخر علشان هقولك السر اللي بيخليه يطلع مظبوط 100% من أول مرة. يلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة بجيب صينية وأدهنها طبق محترمة من السمنة البلدي، والمقاس ده بياخد معايا نص كيلو من الرقاق. وأهم حاجة لازم الشوربة تكون دسمة وسخنة، هي دي اللي هتخلي الرقاق يطلع معاكي مورق وطري مش معجن. أبدأ أبل الرقاق في الشوربة واحدة واحدة من غير ما أسيبه يشرب زيادة عن اللزوم، وأرصه في الصينية. وما بين كل طبقتين بحط رشة سمنة خفيفة كده عشان تدي لمعة وطعم يجنن، وأفضل أكرر نفس الخطوات لحد ما أخلص نص الكمية. نيجي بقى على أهم خطوة في الموضوع كله. عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة معصجاها كويس جدا، ودي عملناها مع بعض قبل كده. وبحب كمان أضيف قطع من فلفل الألوان بشوحها مع اللحمة، بتديها طعم حلو قوي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بعد كده أبدأ أنزل اللحمة على طبقة الرقاق وافردها كويس جدا على كل الصينية علشان كل حتة تاخد من الحشو. وبعد ما أظبطها أرجع أكمل باقي كمية الرقاق بنفس الطريقة، شوربة سخنة، رز، ورشة سمنة خفيفة بين كل طبقتين. خلصنا كده كل طبقات الرقاق. نيجي بقى لأهم خطوة في الموضوع كله. الخطوة دي هتخلي الرقاق يطلع طري ومورق ومش معجن خالص. بجيب كوباية لبن وبكسر فيها بيضاية، وبحط رشة فلفل أسمر خفيفة، وبقلبهم كويس جدا لحد ما يتخلطوا مع بعض. الخليط ده بقى هو سر الطراوة. أنزله على صينية الرقاق واحدة واحدة وأتأكد إنها شربته كويس ووصل لكل الطبقات، وبكده تبقى جاهزة تدخل الفرن على درجة حرارة 180، وهتاخد حوالي نص ساعة. أول ما تلاقي الوش بقى أحمر اعرفي إن كده خلاص بقت جاهزة. طلعيها وسيبيها تهدى 10 دقايق، متستعجليش عليها عشان تتماسك وتتقطع معاكي مظبوط من غير ما تفك. وقطعيها واسمعي بقى صوت القرمشة. شايفين الجمال ده؟ جربوها وقولولي رأيكم ايه في الطعم. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش لايك وشير علشان غيركم يستفيد. واستنوني في وصفة جديدة ولذيذة زي دي.